كل يوم لازم استحمى 5 و6 مرات بسبب اللي جوزي وحماية بيعملوه فيا، والاتنين مش رحمني. واقول له يا جوزي طب حرام عليك اتقي الله فيا، مش كل يوم اللي انتوا بتعملوه فيا انتوا الاتنين ده. طب يا عم جوزه، شوف له حد يعني يشيل القرف بتاعه ده. اللي انتوا بتعملوه فيا انتوا الاتنين ده حرام عليكم، ربنا ما قالش كده. قال لي لا اجوزه ايه، انت ملزمه بينا احنا الاتنين. قلت له حرام حرام. وبعدين انا بستحمى كل شويه، مفيش حد طبيعي يستحمى 5 و6 مرات في اليوم. انا بقيت على طول عيانه ومش ملاحقه من كتر اللي انتوا بتعملوه فيا والحموم. واخداني الدواء بقيت طول النهار جسمي مرهق ومش ملاحقه على كل الحاجات اللي انا بعملها دي. طب انا هلاحق عليكم ولا على طلبات البيت ولا على الكلام ده كله؟ اتقي الله فيا وارحموني. وانا طبعا لا ليا اب ولا ام ولا في حد في عيلتي ينفع حتى ان انا اروح احكي له واقول له على البلاوي اللي هم بيعملوها فيا دي. حاطه بلاستر على بقي ومش قادره اتكلم، وهم كمان عارفين الموضوع ده، عارفين ان انا ماليش حد ومش هعرف احكي لمين ولا اقول ايه، وفي نفس الوقت هطلعهم شكلهم وحش ويعني ما بيرحموش وما بيتقوش ربنا والكلام ده. فعارفين كده كويس وعارفين ان انا ايه خلاص هسكت وهعمل لهم اللي هم عاوزينه، وانا ولا كلمه ولا بنطق. بس مع التعب اللي انا فيه بقت كل شويه يغمى عليا. ما هو حموم مع اللي بيهببوه فيا طول الليل والنهار، هما الاتنين مش عاتقين مع الشقه اللي انا شقياناه. فخلاص كنت ما شاء الله متجوزاه حلوه كده ووشي رادد وتخينه وطول بعرض، ما كملتش 2 واتشفطت بقيت شبه العيال بتوع اعدادي. فانا قلت له شوف انت كنت متجوزني ازاي وانت بنفسك متجوزني علشان كان شكلي زي ما بيقولوا كده مزه. قلت له بص انا رحت خلاص، انا ما بقاش فيا صحه، فيا عم جوز ابوك واحده تشيله بقى. قلت له ما هو صحته بسم الله ما شاء الله زي الفل، ما هو اللي بيعملوا معايا ده يعني فل قوي، فيتكل على الله اشوف له واحده يتجوزها طالما هو الدنيا معاه 100 فل و10 كده، وانا بقى كفايه انت عليا واعيش حياتي بقى معاك والدنيا تبقى لطيفه وارجع تاني زي ما كنت ورده مفتحه. ده انت متجوزني علشان كده، انت عاجبك بقى منظري دلوقتي بعد ما بقيت بالمنظر ده. قال لي هنعمل ايه يعني، خلاص بقى الامر لله، انت بس محتاجه تتغذي شويه تبقي زي الفل وهتقدري علينا، انت بس عشان لسه يعني في الاول، لكن مع الوقت هتبقي كويسه وهتتعودي هتتعود ايه؟ ما انا في الموال الاسود ده بقى لي اكتر من 1.5 سنة. اتعود ايه؟ وبعدين بقول لك اتقوا الله فيا وده ولا الهوى ولا اكني بقول يا عم ما فيش حاجه جايبه النتيجه معايا. انا لما اتجوزته يعني لما خطبني واتجوزنا حماتي كانت عايشه وزي الفل وكانت واخده بقى بالها من جوزها وبتقضي له طلباته وهو صحته كانت زي البومب. مفيش، الست يا دوب اتجوزت ابنها اللي هو جوزي، اتجوزنا وفيصت. قالت اللي هو ايه زي ما تقولوا يعني ايه، قالت خلاص في واحده تانية جت في البيت فشيل انتي فانا اتكل على الله بقى اموت. هو ده اللي عملته معايا بالظبط. ما كملتش 4 شهور من بعد جوازي والست اتكلت على الله، اللي هو ايه مع ان ما شاء الله كانت صحتها كمان حلوه وكويسه وزي الفل، يعني هما كانوا الاتنين حلوين وبعدين هما مش كبار قوي في السن. وانا بقى استلمت الليله، فطبعا انا كنت شايله جوزي بس، واللي هو لا كان فيه لسه خلفه ولا فيه حمل ولا الكلام ده خالص. فكان اللي كان بيعمله معايا بقى فكان يا دوبك فل قوي كده عليا. لكن يجي بعد كده اما حماتي بقى ماتت يدخل عليا كمان حمايه، فاللي هو ايه بقى رحت في داهيه. هما الاتنين بقى يعني ان كان حمايه ولا ان كان جوزي، يعني حمايه يطلب مني اعملي لي كوبايه شاي بس خشي استحمي الاول. يا حمايه خش استحمى عشان اعمل لك كوبايه شاي، ما انا اصلا واقفه في المطبخ بعمل الغدا. ايه ده، هو انت بداتي في عمل الغدا استحميتي الاول؟ فقلت له اه طبعا استحميت، ما انا عشان كده بقول لك انا واقفه في المطبخ ومستحميه وبعمل الغدا فهعمل لك كوبايه الشاي وانا واقفه في لا اعملي لي كوبايه الشاي، روحي استحمي الاول وبعدين اعملي لي كوبايه الشاي وحطي لي ورصي لي حجر الشيشه. حاضر يا حمايه. ويفضل واقف لي على الباب لحد اما اخش الحمام يسمع صوت الميه وصوت الدش ويطمن ان انا دخلت استحميت وخرجت، عملت له كوبايه الشاي واروح مديها له. خلصت الغدا ولازم اكون مستحميه قبل ما اعمل الغدا،
احط لهم الغدا، بعد الغدا خشي اغسلي المواعين وبعدين روحي استحمي، خلصي المطبخ وروحي استحمي. حاضر. فخلص الغدا وخلص المواعين وبعدين اروح استحمى. يجي بعد كده بقى عايزه الشقه مثلا عايزه تتنضف او هعمل حاجه في البيت، خلصي وروحي استحمي. فكل حاجه بعملها عند حمايه في الشقه تحت، وبطلع اعملها لجوزي بقى نفس القصه فوق. فاللي هو ايه، انا كنت بعمل هنا وهنا. ففي الاخر بعد بقى الليله السوداء دي بقيت بعمل عند حمايه، وتقريبا ما بنطلعش شقتي دي غير كل فين وفين. بالمقارنه بقى جوزي نفس الشيء، يجي من بره هو كمان عايز كل حاجه برضه، استحمي قبل واستحمي بعد. وهم نفس الحكايه، يعني هم عندهم نفس الموضوع، بيدخلوا يستحموا، يصحوا الصبح من النوم كل واحد احنا بالطابور كده، كل واحد يخش على الحمام يستحمى. حضري الفطار خشي استحمي، هحضر الغداء نظفت الشقه اخش استحمى. اعملي لنا حاجه حلوه، لا استحمي الاول. طول الليل والنهار كل لما يطلبوا مني حاجه حسسوني ان انا واحده جايبينها مثلا عايشه مع مواشي، عايشه مع حيوانات، بربي حيوانات في البيت، في حاجه غلط. كل فتفوته عايزينها مني. والمصيبه بقى ان هما الاتنين على نفس الطبع. وكانت حماتي الله يرحمها يعني زيهم كده. بس انا لما اتجوزت جوزي كان جوزي بقى لوحده، زاد بقى عليه مين حوار وحمايه بقى اكتر كمان من جوزي. يعني اوقات جوزي ايه بسهيه ولهيه كده، اقول هو ما انا لسه مستحميه، ما انا استحميت وانت بتتكلم في التليفون، بلهيه في اي حاجه اللي هو ما انا لسه من 10 دقايق مستحميه اصلا. اخش يا دوبك دخلت حطيت حاجه على النار وخرجت تقولي استحمي تاني في ايه؟ قلت له بقى ايه، جوز بقى ابوك طالما هو صحته كويسه، هات له واحده بقى يحميها طول الليل والنهار براحته، وتعمله اللي هي عايزاه زي ما هو عايز، طالما هو زي الفل كده. شوف، وده ابدا، انا ابويا مش هيتجوز بعد امي، خلاص الموضوع انتهى وقفلناه على كده، وانتي ملزمه تشيلينا احنا الاثنين. قلت له اشيلكم على عيني وعلى راسي والله، اشيلكم انتوا الاثنين مش مشكله، بس لما تبقوا بني ادمين طبيعيين. لكن ايه ده انا لو بعمل حاجه مثلا والحاجه دي ترتشط على ايدي او ترتشط على الهدوم، خش استحمي. كل الستات في الدنيا بتخلص طلبات البيت وبعدين بتستحمى مره واحده. انا لا، انا طلبات البيت كل طلب بحمايه لوحده. فبقيت خلاص من كتر ما انا شعري باظ ووقع، وبقيت يعني حالته متدمره من كتر الغسيل. يعني ماما مش بتخشي تاخدي الدش كده وتطلعي زي الناس مثلا، لا انا بستحمى كلي على بعضي. فلكم ان تتخيلوا ان انا طول النهار كلي مبلوله، فشعري ما بقاش موجود، بشرتي وجلدي بقوا ميتين وجفاف غير طبيعي، على طول عيانه وعندي برد، ولا هم هنا عادي. طب انتوا عندكم وسوسه، انتوا عندكم مشكله معينه، انتوا اللي محتاجين تتعالجوا، تقول لا بقى فيها وارحموني. وده ولا حس ولا خبر. فانا دلوقتي انا يعني حمدت ربنا ان مفيش حمل لحد دلوقتي، وتقريبا كده هو حاله نفسيه، لان انا رحت للدكتور قال لي مفيش مفيش مانع من الحمل اصلا، بس يعني ايه هدي نفسك وبتاع. فانا شقيانه وتعبانه، فممكن يكون ده السبب، او السبب حالتي النفسيه اللي زي الزفت اللي انا فيها دي. فانا قلت ايه الحمد لله، عشان انا بالوضع ده كده لازم هتطلق. هل في حل تاني غير ان انا اتطلق من الاتنين اللي انا متجوزاهم دول؟ يعني هو الحمد لله ان انتي ايه، مش عارفه اقول لك ايه بصراحه بقى، يعني احمدي ربنا على الابتلاء اللي انتي فيه ده، ان هما الاتنين بس. ده كان ممكن بقى يبقى العيله كلها وتبقي عايشه كده وحماتك بقى تبقى معاهم هما كمان، فكان هيزيد الطين بله بقى والقرف ده كله. تعملي ايه ما هتعمليش حاجه، هتعملي ايه؟ اصل هما عندهم وسواس، هما كده دي وسوسه نظافه، فعلاجهم ان هم يتعالجوا منه. يعني ساكتين على نفسهم ليه؟ هم بيقدروك انتي، لكن مش انت اللي محتاجه علاج، هم اللي محتاجين علاج. اللي هو ايه، خشوا يغسلوا ايديهم قبل اي حاجه يعملوها. والناس اللي هي الوسوسه الزياده عن اللزوم دي، وطبعا انا يعني اختصرت حوارات كتيره في القصه بيخلوها تعملها. لازم البيت يتمسح كل يوم ويتطهر بحاجات معينه وبلاوي، يعني طول النهار حرفيا ما بتقعدش من كتر لازم تنظف كل يوم، كل حاجه بتدعك بلاوي، وغسلها بيتغسل لوحده
وهم غسلهم يتغسل لوحده، ومواويل كبيره جدا. يعني انا اختصرت الموضوع اختصار رهيب. فهم موسوسين وسوسه غير طبيعيه. فهم اقنعي جوزك ان هو لازم يروح يتعالج. انت يعني فاهميه او فرجيه على الحلقه ان انتوا محتاجين تتعالجوا عند دكتور. الوسوسه والحاجات دي بتتعالج دلوقتي عادي جدا. فلو سمحت اتقي الله في الست اللي انت متجوزها دي انت وابوك. يعني ارحموها شويه وروحوا تعالجوا. اللي انتوا بتعملوه ده حرام. مفيش واحده ست هتستحمل اللي انتوا بتعملوه فيها ده. ما هي هتتعدى، هيجي عليها يوم من الايام وهتتعدى وهتتعب. يا بنتي لو وافق على العلاج كان بها، لكن لو ما وافقش يعني ارحمي نفسك. ابعدي واخرجي بره العيله دي خالص، وهم حرين بقى يصطفلوا مع بعضهم هما الاتنين. لكن انتي لو كملتي على الوضع ده انتي لاقيه عمرك يعني. فليكي حد او مالكيش حد، اعتمدي على نفسك، اتطلقي منه وعيشي. شوفي كنت عايشه فين قبل ما تتجوزيه، وكنت عايشه ازاي، وارجعي عيشي زي ما كنت عايشه. لكن بالوضع اللي انت فيه انت بتموتي بالبطيء. هتعجزي بدري اصلا، ولا هتعرفي تخلفي ولا. طب ما بالك بقى انت لو خلفتي اساسا هيعملوا فيكي ايه؟ ده مش بعيد يقولوا لك النونو ده ما تشيليهوش، وكل شويه لا غيري له، لا اعملي، لا ده رجع هنا، لا ده فتفت هنا، لا ده عمل هنا. ده هيبقى الموضوع اسوأ من كده بكتير. فهما حرفيا لازم يتعالجوا، ولو ما تعالجوش انت لازم تنفصلي عنه خالص، لان فيما بعد هيبقى الموضوع اخطر من كده، وانت اللي هتبقي رايحه في الرجلين. هما ولا على بالهم، هما متظبطين وحياتهم ماشيه والدنيا كويسه، وانت اللي رايحه فيها. محدش هيقبل بالوضع ده ابدا. خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه سيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة. باي باي.